السلام عليكم. حلقة جديدة من برنامجكم الحسين يقود الحياة. نتكلم اليوم عن الإبداع. منو من يمنا يريد يصير مبدع؟ كلنا نريد نصير مبدعين. ايش قد من يمنا مبدعين؟ هسه بالعراق ما عندنا إحصائية، بس بأمريكا بالإحصائية كنت شايفها 2 إلى 3% فقط المبدعين، والباقين لا، ما مبدعين، يا دوب. يعني هو حتى الناجحين 2 إلى 3. الإبداع فوق النجاح أصلا. يعني شو راح يصير مبدع؟ شغلتين. حتى تصير مبدع أنت تحتاج إلى جهد اللي هو المطاولة، يعني جهد عندك مستمر، وإلى الإلهام. أكو إلهام حتى تصير مبدع. فتشي يجيك إلهام، إيش قد نسبة الإلهام وإيش قد الجهد لازم عندك. المفاجأة العلم يقول بالتنمية إنه أنت حتى تصير مبدع تحتاج إلى إلهام 1% بس، فقط إلهام، فقط 1%. لعد 99% شنو؟ هاي كله جهد ومطاولة. جهد نعم. يعني شوف الناس هسه حتى المبدعين بالرياضيين، ما أريد أذكر أسمائهم أصلا، ترى هو الإلهام مالته فشي قليل، بس المطاولة بالتمرين صبح وليل يظل يتمرن. أو حتى تشوف ذول المفكرين، هو يقرأ كثيرا، ذكي بس يقرأ كثيرا، أطل نفس المجال إنه يظل يقرأ ويقرأ ويقرأ ويطوي الليل بالنهار ويعوف الملذات. الناس هذا يطلع بقهوة، هذا يطلع بمطاعم، طبعا هم ما أريد أمنعها، بس مو الإكثار منها. وتجي النتائج النهائية، هذا ليش راح طبية وأنا ما حصلت، هذا ليش صار تاجر معروف وأنا على قد حالي. طبعا أنت ما تطب نفسك وما تطيل نفسك إنه مطاولة وجهد، لا، تريد تجي على الحاضر، تريد تخلي رجل على رجل وتجي اللقمة إلى حليف. هذا ما يسويش. يعني شوف الله سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم يعطينا عبر رهيبة، بس احنا ظهر ما ننتبه. مريم سلام الله عليها، مريم امرأة اتهمت بعز شيء للمرأة، ومرأة مقرب حامل وولدت وما بيها حيل. الله خلاها تحت شجرة ميتة، تحت نخلة ميتة بشهر 12 المفروض، وميتة، ونزلها الرطب، بس ما نزل له هيك. قال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. شلون جنيا بشهر 12؟ يعني خب الله سبحانه وتعالى خليتها يم نخلة وهي ميتة، النخلة كانت وبشهر 12 ماكو تمر أصلا. يعني نزل التمر عليها؟ قال لا، ما ينزل التمر، هزي. هي أصلا امرأة هسه والدة، وين بها حيل تهز نخلة؟ بس المهم المحاولة، المهم الجهد اللي يريده سبحانه وتعالى. ماكو شيء يجي على الجاهز. حتى الجنة اللي احنا كنا نتمناها ونطمح لها كمؤمنين ما تجي ببلاش، تحتاج جهد و فشلون يصير إبداع؟ يصير انت يكون عندك جهد وعندك هاي الوظيفة، يعني انت تكرر العمل حتى تصير طيب ناجح. انا اظل امارس الوظيفة مالتي وعندي الجهد مالتي وعندي المطاولة على هذا الجهد، انا ظل استمر ما اوقف ليل ونهار. يجي الامام الحسين وشاف جماعته، يعني هو خوب يعرف جدا، يعرف انه هو راح يستشهد، بس ما اجى سلم نفسه يا الله تعالى قتلونا واحنا راح نستشهد وراح تخلد كربلاء. لا، هو عنده صورة كاملة، عنده صورة كل واحد يقوم بدور معين، فلازم استثمر كل واحد شلون يكون مبدع بيا دور. يعني مثلا منو بالسهام خلى على السهام، منو على المراقبة خلى على المراقبة، منو يجيب الماء خلى، منو يعرف انه يسيس الخيل خلى على الخيل، منو ينصب الخيام ينصب الخيام، وخلى قوس مال نار، منو يعرف يقص الاشجار ويخلي حراسات. كل واحد حتى الطريقة المعمارية، لو اكو يعني الكثيبة رملية كان شرحنا شلون يصير وزع الخيام بحيث خلى خيم متلاصقة بالخيم حتى ما يصير خيال عليها، وبالتالي شجعهم. والإبداع يحتاج تحفيز حتى تكون ابنك مثل مبدع أو تحت إيدك بالعمل، يراد تحفيز. ذلك القائد العظيم اللي سوى الحسين هو شنطي، لا يعطي فلوس ولا هاي يروحون للاستشهاد، أعطاهم تحفيز. كان دائما من أي واحد يطلع شيء يقول لهم أبلغ عني لجدي رسول الله السلام وإني تابعك في الأثر. راح تروح قدام للرسول الله. أي حلم هذا. وكله كان يكرر الآية العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. انتم رايحين للجنة، أعطاهم أعظم هدية اللي هي الجنة، تحفيز مع إبداع. صارت هاي اللوحة العظيمة اللي لوحة كربلاء عظمتها
أنه هي اللون الوحيد بها هو لون الدم، لذلك كان يريد يشرب أكثر شيء ممكن، ورمى دم ابنه الأكبر، دم ابنه الرضيع، وخضب نفسه بالدم حتى تبقى بالأثر. ونجح المبدع العظيم الإمام الحسين بهاي التشكيلة العظيمة، وبقى لنا كربلاء الخالد. تحياتي له.